لا نتمنى تكرار هذا السيناريو. محسن ياجور على تنفيذ الضربة الحرة. محسن ياجور والهدف. شوف بقول لحضراتكم، حاسس انا ان المشكلة هتحصل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. المغرب التطواني يسجل هدف. بقول لحضراتكم لا أتمنى تكرار ما حدث في مباراة الأهلي وسيو سبورت. النتيجة تعادل 1-1 وجابوا جول برضه في الدقايق الأخيرة من المباراة. 1-0 للمغرب التطواني بهدف محسن ياجور اللي بيسجل هدفه الأفريقي رقم 6 هذا العام. 6 أهداف، ينفرد بصدارة قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام. هو المتصدر لقائمة هداف الدوري المغربي برصيد 12 هدف و5 أهداف في بطولة أفريقيا هذا العام، سجلها في مواجهتي أولمبيك باماكو في دور ال 32 ولقاء كانو بيلرز النيجيري في دور ال 64 ودور ال 32. محسن ياجور يسجل هدف قاتل